السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا بصحة جيدة وعافية، امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم نحضر معكم الرز مع الدجاج اللي كيجي رائع جدا جدا وكيجي ولا اروع في المذاق. نتمنى تتبعوا الفيديو وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش باللايكات ديالكم فضلا منكم وليس امرا. بسم الله على بركه الله. الدجاج غادي نحتاج هنا الفخيدات ديال الدجاج. بالنسبه لي انا اكتفيت غير بهذا المقدار ديال الدجاج. نتوما يمكن لكم ديروا دجاجه كامله او نصف دجاجه، ديروا على حسب اللي يعجبكم. غادي نحتاج ايضا حبه واحده ديال البصل اللي قطعته الى قطع صغيره، وحبات من الثوم، وحبه واحده من الطماطم اللي حكيتها في الحكاكه اليدويه. وضروري الطماطم تختاروا طماطم تكون حمراء يكون احسن. غادي نشعل النار وحطيت الطاوة على النار او المقله تكون شويه عميقه، نتوما والاختيار ديالكم. غادي نضيف فيها الزيت. بالنسبه للزيت انا اكتفيت بالزيت المائده، نتوما يمكن لكم تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، نتوما والاختيار ديالكم. اول حاجه نسبقها هي البصل. ضروري من كتطيبوا الرز ضروري تسبقوا البصل، تخليوه يتشحر مزيان حتى يتغير اللون ديالو. النار تكون متوسطه مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش لكم. وكما قلت لكم غير غير اللون ديالو شويه كما كتشوفوا. وغادي نضيف عليه الطماطم او الطماطيش اللي حكيتها الحكاكه اليدويه، وايضا حبات من الثوم. ومباشره غادي نضيف الفخيدات ديال الدجاج. وغادي نضيف ايضا العطريه او التوابل. ضفت ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، وملعقه صغيره ديال الخرقوم، وايضا الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال القرفه، واحد نصف ملعقه صغيره ديال القرفه. وغادي نقلب الفخيدات كما كتشوفوا. غادي نخليهم يتشحروا ليا مزيان باش تدخل فيهم هذيك العطريه وهذيك التشرموله كما كتشوفوا. النار هنا تكون متوسطه او مهيله، وضروري تخليو الفخيدات يعني الدجاج يتشحر مزيان. عاد ضيفوا الماء. بالنسبه للماء ضروري الماء يكون غليان احسن كما كتشوفوا. مع المراقبه وتقلبوهم وتخليهم يتشحروا حتى يدخل فيهم هذيك العطريه وديك التشرموله ويتشحروا مزيان. ضفت هنا الماء كما كتشوفوا. الماء كما قلت لكم يكون غليان يكون احسن. وغادي نخلي الدجاج يطيب. بالنسبه للروز انا غادي نخدم هنا بسمتي. نتوما اختاروا اي ماركه ديال الروز، لكن كنصحكم تخدموا بسمتي. راه هذا الروز راه زوين ما كيتعجنش. بالنسبه للروز البسمتي ضروري تغسلوه مزيان مزيان وتحيدوا منه هذاك النشا. انا غادي نحتاج هنا 2 كيسان ديال العلبه ديال الرز. اكتفيت بهذا المقدار. نتوما يمكن لكم تضعفوا المقدار ديال الرز، ديروا على حساب العائله اللي عندكم في الدار. وكما قلت لكم هذا الرز ديال البسمتي ضروري تغسلوه مزيان مزيان. غادي نشارك معكم المراحل كامله ديال الغسل ديالو، وخاصه المبتدئات ما تعكزوش، ضروري تغسلوه مزيان حتى يتحيد منه هذاك النشا كما كتشوفوا، حتى يتصفى الماء ديالو يكون صافي ما كيكونش فيه النشا. غادي نغسلو مزيان، او يمكن لكم تخليوه يترقد في الماء مده 2 ساعات باش يتحيد منه هذاك النشا، او تغسلوه مباشره كما كتشوفوا. غادي نغسلو مزيان
حتى المهم نغسلو مزيان حتى يتصفى من الماء ديالو، عفوا حتى تصفى هذاك النشا ويولي الماء يكون صافي. كما كتشوفوا راه الماء ولا صافي ما بقاش فيه النشا. دابا غادي نصفيه وغادي نحطو في الصفايه. كما كتشوفوا راه الماء ما بقاش فيه النشا، يعني الرز تصفى من هذاك النشا كامل. غادي نخليه على جنب وغادي نرجع للدجاج بعد ما طاب ليا. غادي نهزوه نحطوه في واحد الصحن او الطبسي. غادي نخليه على جنب وغادي نضيف الرز ومباشرة غادي نضيف الماء. هنا الماء ضروري يكون غليان، يعني المقراج يكون من جانب الثاني ديال البوتاغاز كيكون كيطيب مباشرة. بعد ما يطيب لكم الماء يعني يطيب يكون غليان تضيفوا الماء. بالنسبة للماء ما تكتروش هنا الماء بزاف، يعني تضيفوا الماء على حساب الحاجة. ومن بعد الا خص الماء ضيفوه. الا كثرتوا الماء في الرز راه غادي يتعجن لكم. المهم الماء ضروري يكون المقراج حداكم، يعني الجلب الثاني ديال البوتاغاز تخليوه يطيب. وإلا الرز احتاج الماء ضيفوا الماء تدريجيا يكون احسن باش ما يتعجنش لكم. بالنسبه للدجاج احتاجيت هنا صينيه الفرن اللي فرشت له ورق الزبده، وحطيت الفخيدات ديال الدجاج ودهنتهم بشويه ديال خلط ما بين الزيت والزبده، وغادي نحطهم في الفرن ونشعل النار غير من الفوق باش يتحمروا ليا فقط. كما كتشوفوا راه الرز طاب ليا. كنت كنضيف الماء تدريجيا، كل ما خص الماء كنت كنضيف. وتراقبوه وتخليوه ينشف من الماء ديالو، يعني ما تخليوش فيه الماء. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الرز اللي كيجي. كما كتشوفوا ما كيجيش كاع معجن، كل بحبه بوحدها كيجي فحال السفه. كما كتشوفوا معايا ما كيتعجنش، كل حبه بوحدها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم الطريقه ديالي ديال الطهي ديال الرز بسمتي مع الدجاج المحمر. وكما قلت لكم الدجاج يمكن لكم ديروا نصف دجاجه او دجاجه كامله، نتوما والاختيار ديالكم. لمسه اخيره زينت بشويه ديال اللوز اللي حمرته. بالنسبه للوز اختياري ماشي ضروري. ونتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال الرز مع الدجاج، وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وصدقوني راه هذا الرز راه جا لذيذ بزاف بزاف. وشكرا على الحسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.